عايز اعرف اللي عايزين يجاهدوا دول عايزين يفتحوا لهم باب الجهاد. باب الجهاد ده فين؟ لو جنب باب بوابه المتولي مثلا، ولا باب زويله، ولا ايه؟ ما يروحوا يجاهدوا، يلا يروحوا كلهم. فكر حتى عشان ما يبقاش في مشكله يوم 30 يونيو، يروحوا كلهم يجاهدوا. هيجاهدوا مين؟ سوريا الموقف فيها ملتبس ومرتبك، هيجاهدوا في مين؟ يعني ايه الحكايه؟ عايزين يجاهدوا، يلا انا رايي ان يفتحوا لهم الباب، يلا على مصراعيه، يلا. يعني هم كلهم 500 600 الف يروحوا يجاهدوا في سوريا، وبعد ما يجاهدوا في سوريا يروحوا يجاهدوا في العراق، وبعد ما يجاهدوا ويروحوا يلا ينتشروا كده في جهاد في سبيل الله، ويورونا هيجاهدوا في ايه. وبعدين اذا افتكروا فلسطين بقى يروحوا ينضموا لحزب الله. فكره كويسه قوي. هم قاعدين هنا بيعملوا ايه؟ هنا مفيش جهاد، هنا في لعب ومسخره وكلام فاضي، هنا مفيش حاجه، مفيش جهاد في مصر. مصر زي الفل وما فيهاش حاجه. ما تجاهدوا في الامانه هنا، وفي العدل هنا، وفي الحريه هنا. انتوا بتجاهدوا في ايه؟ انتوا فاكرين كل الاسلام ضرب نار ورصاص؟ هو ده فكركم عن الاسلام؟ الاسلام دين عدل. جاهدوا في اقامه العدل في بلدكم. ولا هي مساله يعني كلام عن الدين وخلاص؟ الدين عدل، الدين عدل.